ولكن المؤطرين انا كنقول مؤطرين جزائريين ومؤطرين مغاربه زيرو نول وهما اللي وصلوا هذه الكارثه، وهذا مؤسف نشوفوه. علاش؟ التربيه ديال ولادنا من نربيوهم على هذا الحقد والكراهيه بيناتنا من دروك والله لا طفرناها من 50 عام ولا 60 عام، والله لا طفرناها. غنمشيو حنا هذا الجيل اللي كنحبوا بعضنا بعض، جزائري وتوانسه اللي كان جيلي واللي قبلي وكذا وجدودنا وهذا اللي كيحبوا بعضهم بعض، غادي صافي غينقرض هذا الجيل اللي راه طالع. السلام عليكم الاخوان ديالنا، كي راكم دايرين؟ نهاركم مبروك اخوان ديالنا، نهاركم مبروك. واش غادي نقول لكم على الاخوان ديالي؟ البارح النهار ما كانش مبروك، النهار ما كانش للاسف. بقى الخاطر ديالي بقى الاخوان ديالي، القلب ديالي ما عييت، ما نسكت، عييت فوالا، ما قدرتش نصبر، بغيت نتقاسم معكم ردة فعل ديالي الاخوان ديالي. للاسف الاخوان ديالي، للاسف فين وصلنا الاخوان ديالي. واش هاد المهزله؟ ويلي واش هاد المهزله عباد الله، واش هاد المهزله يتفرجوا فينا العالم. ويلي على زعف العرب، دائما كنقول لهم زعف العرب. والله الاخوان ديالي غنتكلموا ان شاء الله على الكاس العرب، نهائي كاس العرب ديال الجزائر يعني ضد المغرب، المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري ديال لي جون ناشئين، يعني اقل من 17 سنه، U17. فوالا، وبحكم انني حتى انا يعني دزت في هذه المرحله وكنت جوار دو باسكيتبول، وراني حاليا يعني حكم ديال كره السله. ايوا قلت علاش ما نتكلمش على هاد التصرفات التصرفات الصبيانيه الاخوان ديالي، الصبيانيه، وحنا كنعرفوا الصبيان هما اللي لاعبين. فوالا، ايوا ونشوفوا بعض اللقطات وغنعطيكم ردة الفعل ديالي. وفوالا، انا ما القلب ديالي، الخاطر ديالي ما بغاش الاخوان ديالي، ما بغاش تبهدلنا. ويلي على التبهديله الاخوان ديالي، تبهدلنا. ربي السلام، والله حتى تبهدلنا بالحلوف، تبهدلنا امام العالم. كنقول تبهدلنا. فوالا، غادي نمشيو نشوفوا بعض اللقطات ويعني ضربات الترجيح. المشكل عويص. ويلي من بعد هذا الانطرو يا اخوان ديالي، ما عنديش كلمات، اللي نعبر بهم على هذا الماتش هذا. انا مضاري نعيش الحب بالموسيقى وننشط، ولكن ما كاين بعض الخطرات ما يخليوكش يا اخوان ديالي. تدخل لي ريزو سوسيو تلقاها الروينه على من على والو، على كره فيها 2.5 كيلو ديال الهواء، 2 كيلو ونص ديال الاكسجين. فوالا، ها انت قيامه نايضه على كره خاويه من الداخل، ما فيها لا مانيش عارف. من بعد الانطرو الاخوان ديالي، تقاسموا انا وياكم هذا ردة فعل. ما تنساوش تابوناو وتجمجموا وتعلقوا، والتعليق يكون في المستوى. خليونا التعاليق العيانين يا اخوان ديالي، التعاليق العيانين، هؤلاء التعاليق العيانين تا هما يمرضوا، ولكن هذه سنه الحياه، خص الانسان يعلقها الاخوان ديالي. خذ راحتك، علق فوالا اللي بغيت. انا غادي نعلق بطريقه يعني عقلانيه، وكل واحد يعلق باش ما بغى. طلعوا لي بروحكم، راني جاي. عادل بن دحوح، هذا اليكم من جديد قناه عادل بن دحوح. الاخوان ديالي غادي نشوفوا بعض ركلات الترجيح الحاسمه. خرجوا واحد بطبيعه الحال. انا ما تفرجت المقابله صراحه، باش نكونوا واضحين، انا ما تفرجت المقابله. لمباراة كانت مجنونة في شوطها الثاني، كانت هادئة في شوطها الأول، كانت هادئة. المغرب استحق الانتصار لأنه كان أفضل نسبيا، ولكن يعني بزوج الفرق اللي الزوج بهم الجزائر والمغرب، يعني خرجوا تعادل، راهم بجوجهم منتصرين، ولكن ضروري خص يكون الخاسر والرابح التالي. ومبروك على الجزائر ونهنئوهم. لكن هو الوصول الى المرمى بغض النظر عن النتائج، بغض النظر عفوا عن الاداء، والاهم هو نتيجه المباراه الان. ولكن ما قلت لكم الاهم هو النتيجه بغض المباراه، يعني اللي لعب واللي ما لعبش راه بجوجهم خرجوا تعادل. فوالا، هذيك هي انا فرحت، كنفرح. دول عربيه مثلا بجوجهم كيتلاقاو وخرجوا تعادل،
كنرتاح واخا البلد ديالي ولا واخا يكون هو مستضاف ولا نفرح. فوالا دول عربيه شقيقه مرتاح كنخرج. فوالا كنقول ضربات الجزاء اللي ربح يستاهل. فوالا سواء المنتخب ديالنا او الوطن ديالي او وطن اخر. وكما قال لكم النتيجه هي اللي تقبل القسم على اثنين. هي هذه اللحظه التي لا تقبل القسم على اثنين. ممكن تتعادل في الوقت الاصلي ولكن في ركلات الترجيح ليس هناك تعادلات، ليس هناك مساواة. فالاعتماد كل الاعتماد على حراس المرمى، على المنفذين، على العامل النفسي. الكالا يعني وعنقوت يعني كاع روح رياضيه يا ودي الاخ. شطر الروح الرياضيه يعني جميع الرياضات. لما كانتش روح رياضيه بعيدا عن السياسه، ورانا جاي ان شاء الله نتكلموا يعني غادي نتكلم لكم على هادشي. يعني حنا نتكلموا دابا حاليا على هاد اللقطات. كرة خصها تكون بعيدة عن السياسة. فوالا وسورتو لي جون اخوان، لي جون كنربي واحد جيل صاعد، جيل اللي يعوض كيما نقولوا هذا الجيل اللي فيه مثلا الرشوه وفيه فيه التخرويض وفيه الشفيره وفيه كنتمناو حنا سواء الجزائر او المغرب كنتمناو جيل صاعد يعوض هذه المنظومه ويعوض هذه الانظمه وفوالا ونخلقوا بهذا الجيل هذا نخلقوا واحد مثلا واحد النظام اللي يكون فيه روح ديال العدل، الروح ديال المساواه، الروح ديال الاخوه. مي هاد القيام ما بقيناش نشوفوها الاخوان ديالي، ولينا حنا في واحد العصر نفسي. من الأهدى الجزائر اتجهوا إلى ركلات الترجيح مرتين أمام تونس ما تقدرش تهضر، ما تقدرش تعبر. لا في واحد العصر ما كان غير يقطع فيك وكل خويا يقطعوه ويشدوا. يا ربي السلام. السعودية القلوب ضعيفة. الفتنة هذا هو الفتنة أشد من القتل يا إخوان ديالي. تلكون خبرة أكثر. أفضل حارس في البطولة هو أفضل حراس في البطولة. بن وحماش. وضاع الأول على الجزائر بينما على أمل أن يضعها في سقف المرمى فذهبت أدراج الرياح، ذهبت أدراج بالمغربي. هذه كرة اخوان ديالي، هذه كرة الانسان كيضيع. مام انا نكون في المكان ديالو ونكون كاع نجم ميسي وضيع، ميسي ورونالدو يعني اساطير كرة القدم، زيدان ضيعوا. هذه هي كرة القدم الاخوان. الهدف الاول من أثرت على ركلات الترجيح. كرة بتعود الآن لصالح المنتخب الجزائري. ثاني ركلة ترجيح. من سيكون بطلا في التقدم للمرة الأولى في مباراة اليوم بعد العودة في الدقيقة 90؟ ركلة الترجيح الثانية. نعم خلاص الجزائر تتقدم بالنتيجة، تسجل أول أهدافها. هذه هي كرة القدم الإخوان ديالي. الإنسان كيخسر بالأخطاء كتوقع أخطاء يعني. الثانية ضاعت، الأولى ضاعت والثانية ضاعت. وأي مباراة هذه، وأي جنون في أرضية الميدان، وأي سيناريوهات متقلبة من المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. ولكن المغربي هو اللي قاعد يعاقب نفسه. المغربي هو من أضاع الكثير فاستقبل هدف في الدقيقة 90. كرة استقبل الدقيقة 90. علاش لي زالجيريان جابوا التعادل؟ هذه كرة الاخوان ديالو كان ضغط 100%، كان ضغط من طرف يعني المنتخب الجزائري اقل من 17 عام. كان ضغط لان ما غاديش يجيو الهدف غيدخل غير هكذاك. لعبوا فوالا، ضيع المغرب ولا ما ضيعش، المهم تعادل مستحق. والناس يعني فوالا والله ياهو السيناريو غريب. شوف الدعاوي، شوف التمنيات، شوف ضغط الجماهير المتواجد في مدينة. الدعاوي والمتمنيات. الدعاوي ما كانش الانسان يتمنى بصراحه، اي واحد كيتمنى. ايوا هو بعض المرات هذه كنشوفها يعني في جميع المنتخبات العربيه يعني حتى اللاعبين في اوروبا، لان ملي كيسجلوا ولا كيربحوا كذا كيمشي يسجل كيمشيو يسجلوا مثلا في الكازون. كتكلم على بصفه عامه المنتخبات كاملين وبالاخص المسلمين العرب ديالنا. ملي كيربحوا ولا كيماركيو ولا شي حاجه كيمشي يفرح بالفرحه ديالو، كيسجل ويطلب ربي الحمد لله حررنا فلسطين، الحمد لله فلسطين تحررت.
داخلين اخويا. هاد اللقطه هذه ما كنحملهاش. انا صراحه ما كنحملهاش. كره تفرح فرحه تنشط فرحه كاع كنفرحوا مي بعيدا عن الدين. اللاعب اللي غادي يسدد الخامسه هو اللي ماركا قال لك التعادل. فوالا التعادل وغيماركي يعني انا ما سمعنا يعني ربحوا للمنتخب الجزائري يعني غادي يسجل. من عدل النتيجه من جعل الجزائر تذهب الى ركلات الترجيح هو من سيسدد الخامسه. مالك كحلوشي في مواجهه بن غزيل في الكره الاخيره. الجزائر من المغرب. 1 2 3 الجيري. 1 2 3 فيفا الجيري دائما كنقولوها. ولا الاشقاء ديالنا الاخوان ديالنا حنا ما عندناش حساسيه ضد الاخوان ديالنا والجماهير الجزائريه والمواطنين الجزائريين والاخوان الجزائريين وكل شيء فيما راهم. انا غير الانظمه بعثهم عليا طرفهم عليا هكذا. الانظمه دير لهم هكا كاين الانظمه المغربيه او الجزائريه او التونسيه او الدول العربيه دير لهم ها فوالا كمسه هكذا. والشعوب راني معاهم طابي دير لهم ها انظمه بوان فينال. المنتخب الجزائري بطلا لبطولة كأس العرب في النسخة الرابعة لتحت 17 عام. والله سيناريو غريب والله سيناريو مجنون. جميل للجزائريين سيء للمنتخب. لا 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 هذا اللي كان ناقص. هذا اللي كان ناقص. كل شيء شاهدنا في أرضية الميدان وما كان ينقص المباراة أمرك. هذا نبارك للمنتخب. اش غادي نقول لك؟ تبهديله الاخوان ديالي تبهديله. انا ما كنتكلمش على المنظمين يعني المنظمين يعني الدوله كما نقولوا الشقيقه الجزائر. كنتكلمش على المنظمين. ولا شفتوا يعني الجمهور الا شفتوها وغادي نعاودوا له هنايا غادي نعاودوا هنا اللقطه غادي تشوفوا بطلا لبطولة كأس العرب في النسخة الرابعة لتحت 17 عام. والله سيناريو غريب والله سيناريو مجنون. جميل للجزائريين سيء للمنتخب. لا 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 هاد اللقطه اللي كتشوفوها الاخوان ديالي هاد اللقطه بالضبط. جمهور الجزائري يعني بعيدا على بعض المرات الجماهير كامله المغربيه. انا كنحضر يعني للديربيات هنا في المغرب. مثلا انا حضرت طنجه واحد المره مع الرجاء او الرجاء مع بركان وكذا. يعني شعب مغربي بيناتهم بطوله وطنيه بيناتهم. ودخلت انا كندخل يعني الاستاد وكنتفرج وكنمشي نشوف البلاصه اللي نقيه مثلا اللي ما فيهاش الضجيج وما فيهاش هذوك الهوليغانز كيما نقولوا. كاينين الهوليغانز كاع وكتسمع كيقولوا السب والشتم ما بين المدن. تخيل السب والشتم ما بين المدن. الجمهور هذا في البطولات ما شوفوش. خليونا بنادم نهربوا ما نردوش العيب. ما نبقاوش نردوا العيب في الاخر. ما نردوش دائما العيب في الاخر. الجمهور دائما جميع. انا بروحي كندخل السب والشتم والقذف وتسمع شي هضره اللي ما تقدرش تدخل انت والاسره ديالك او الزوجه ديالك او الابن ديالك. ما تقدرش تدخل التيران. الرجاء الوداد والجيش الهضره انا كنتكلم على واقع شفتو بعيني. فوالا مانيش صحافي نزور في الهضره نقلب ولا هذا ولا نو. نتكلم على واحد الواقع اللي كنشوفه هنا. الجمهور الجزائري اللي مهم في هذه اللقطه. الجمهور الجزائري مسكين راه جالس راه يتفرج. ما دخلش باش نكونوا واقعيين. ما دخلش للتيران. الجزائر يعني الشعب الجزائري والناس الزينين اللي راهم يتفرجوا ما دخلوش للتيران. حتى واحد ما دخل للتيران. راه كنشوفوا غير لو ستاف واللعابه بيناتهم. يعني وشنو يعني الصبيان بيناتهم يعني اللاعبين بيناتهم الجزائر والمغرب. خليونا شكون هذا اللي جبد هذا ولا هذاك سب ولا. حنا ما نقدروش نكونوا في التيران. حنا ربما نشوف لقطه جزائري مشى مباشره ضرب مغربي ولكن مانيش عارف علاش. لان دائما خصنا نشوفوا علاش. ما يمكنش هنا غادي يجي واحد اللاعب غادي يجي بحال زيدان. نعطيكم كمثال زيدان مع المنتخب الايطالي من ضربوا بتات
حنا كنشوفوا غير ضربوا بتات، الاربيط الحكم شاف زيدان ضرب تات، ضربوا بتات هكا دخل فيه براس. فوالا حنا كنشوفوا فوالا الكاميرات شافوا هذيك اللقطه، يعني اوتوماتيكمون كيتعاقب اللاعب زيدان على هذيك الحركه. الى غياجي هو دار لا رياكسيون كيقولوا زيدان، ولكن السبب ما كنعرفوش السبب. ربما سب لامو، ربما انا ما كنسمعوا، ربما سب لامو سب لاختو، ربما قالوا شي هضره خايبه وكذا ومنا، ولكن هذا هو لا بروفوكاسيون، هذا كيبروفوكيو. فوالا كتبروفوكي اللعاب كيقدم على واحد الحاجه. وكانت لا بروفوكاسيون على ما سمعت هكا كانت بعض لي بروفوكاسيون ما بين اللاعبين، وكنعرفوا البز. هذا هو عقليه تاع البز، وشكون السبب غادي نعرفوا علاش شكون السبب. عقليه البز هكذا. لا 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 لا، هذا اللي كان ناقص، هذا اللي كان ناقص، هذا اللي كان ناقص. وكما كتشوفوها الجمهور الجزائري ها هو يعني ما دارش رده فعل. يعني ناس كبار عندهم عقل. كاين اللي راه يسب ويشتم، وكاين اللي راه بعقله، وكاين اللي راه يتفرج وكيقول حشومه، كاين اللي، ولكن بالنسبه لي حشومه دولتين عربيتين يتفرجوا فينا العالم. عيب وعار ولا الجيل ديالنا يداقوا على كره ويتنمى فيهم الحقد والكراهيه. هما ديجا فيهم الحقد، هو ديجا داخلين عامرين بالحقد والكراهيه. علاش الجامعات ما دايرينش خدمتهم؟ جامعات ولا الجزائريه او المغربيه ما دايرينش خدمتهم. انا كرب اسره انا البز ديالي فوالا ما تخرجوا ليكول، ما تبروفوكيوش، ما تسبوش، ما ملي يسبكم ما تردوش عليه، لان لا رديتوا عليه كلمه بكلمه غادي ندخلوا في لاباكار. فوالا كلمه كتجبد كلمه كتدخل في لاباكار. مازال عندنا مشكل ديال التربيه. فين باش غادي نربيو وليداتنا؟ مين تشوف الصحافه، النظام الجزائري او النظام المغربي في الصحافه ديالهم، في الاحزاب ديالهم، في الجامعات ديالهم، دروك راه تعرف لي ريزو سوسيو والقنوات اللي كتميل الانظمه، والصحافه الصحافه بصفه فوالا الصحافه الوطنيه هذيك ما نهضروش عليها، هذيك حتى هما العسكر في صفه صحافي، المغرب والجزائر فوالا. ولكن حنا المشكل ديالنا ديال الناشئين، الاطفال ديالنا كنربيو فيهم الحقد والكراهيه بهذا الشيء، بالريزو سوسيو، بالاذاعات ديالنا، بالصحافه ديالنا. ما كنربيوهمش على صاحبك يعني واحد تعدى عليك نسمح نبعد ونمشي فوالا. ولا بروفوكاسيون ما خصناش نبروفوكيو، خصناش الحشومه، لا بروفوكاسيون. ناقص كل شيء شاهدنا في ارضيه الميدان، وما كان ينقص المباراه امر كهذا. نبارك للمنتخب الجزائري. كما قلت لكم كما تشوفوا هذه اللقطه مثلا، هذه اللقطه انا اثرت فيا مثلا هنايا. يعني المسؤولين، ما كنهضرش على الشرطه او اللي كيسهروا على الامن، المسؤولين ديالو لي زونترينور فوالا اللي راهم ساهرين على ليكيب، اللي هما اللي كيأطروا المؤطرين، ما مشاوش يجريو بالخف. شفتهم يحوسوا في التيران. هاو لا 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 هاو ماشي وحدين جايين من السلطه. هذا اللي كان ناقص، هادو راه يحوس، هادو ناقص كل شيء شاهدنا في ارضيه الميدان. هما هادو اللي لابسين الكحل، هما كيحوسوا كيحبسوا هادوك. هنا راهم يداقوا غير مسكين واحد هنايا اللي راه يتقاتل، كاين زوج، واحد هنايا هو اللي راه مشى ولا، وكاين وما كان ينقص المباراه امر كهذا. هاهما هادو جايين يتمشاو، تخيل هادو جايين يتمشاو فوالا. ما عرفتش مغاربه ولا جزائري، ما يهمنيش. بارك للمنتخب الجزائري، الف مبروك بطلا لبطوله كاس العرب. هذا جاي يتمشى، عيب وعار. خص المؤطرين ديالنا مغاربه كاملين، مغاربه او جزائريين او تونسي، مؤطرين في هذا التيران هذا. مؤطر انا كاربيتر، انا كندير التحكيم ولعبت الباسكت كذلك، كيكون لا بروفوكاسيون. مشاو ضربوا هكذا، نمشي ندير له، نمشي نسبو، ما يشوفنيش الاربيط، ونهرب ونخليه باش هو يغياجي، ولا الحكم يحكم عليه بالحمراء. هذه مسائل صبيانيه كنعرفوها ما غاديش نقولوا راه لا فوت في الجزائر ولا لا فوت في المغرب. خصنا نخرجوا من هذه القوقعه، الاخوان ديالو خصنا نخرجوا من هذه القوقعه ونبقاو حنا نداقوا. درت لي فعلت لي، وجا واحد يجر منا وخرج منا. لا بعض القنوات الجزائريه انا نشوفهم ديال لا رياكسيون حشومه قاعد بقى يفصل لك وكذاك اللي راه الهيهات، هو اللي جبدلوه، هو اللي هذا، هو سبوه كذا ومنا، ويقول لك راه سبوه شتمو بحال راه هذاك اللي كيدير لا رياكسيون راه داير لي ميكرو تما داخل في التيران، داير لي ميكرو كيسمع كلش فوالا، كيعلم الغيب بودنو.
نو انا ما كنعرف والو. كنشوف انا صافي، كنشوف انا اون جينيرال ان ما كاينش واحد التدخل ديال المؤطرين بسرعه زياده على الامن راه قايم بالواجب ديالو. ولا الامن خصو يحظي الجمهور. فوالا الامن اللي مشى تدخل يسلك اللعابه، ايوا الجمهور شكون اللي غادي يحظيه؟ هذا هو قانون، هذا هو الامن الجزائري داير كما نقولوا داير الخدمه ديالو، داير قايم بالواجب ديالو. ولكن المؤطرين انا كنقول مؤطرين جزائريين ومؤطرين مغاربه زيرو نول وهما اللي وصلوا هذه الكارثه. وهذا مؤسف نشوفوه. علاش؟ التربيه ديال ولادنا من نربيوهم على هذا الحقد والكراهيه بيناتنا من دروك والله لا طفرناها من 50 عام ولا 60 عام، والله لا طفرناها. غنمشيو حنا هذا الجيل اللي كنحبوا بعضنا بعض، جزائري وتوانسه اللي كان جيلي واللي قبلي وكذا وجدودنا وهذا اللي كيحبوا بعضهم بعض، غادي صافي غينقرض. هذا الجيل اللي راه طالع غادي نمشيو حروب. والدول الغربيه هذا الشيء اللي بغاو لنا، الدول الغربيه هذا الشيء اللي راهم يتمناوه دائما. التفرقه دائما خليو فوالا. ما ممكن تشوف الصحافه الاوروبيه او الفرنسيه ولا ما تكلموش على هذا فوالا. خليونا يداقوا تقاتلوا ولا روح الله يعاوننا يعاون. السيد جا ماكرون دار البترول ومشى الغاز ومشى فوالا. كنلوم او كنعاتب المؤطرين ما كيقوموش بالواجب ديالهم، والصحافه كذلك. الصحافه ما كتقومش بالواجب ديالها. دروك البز من غادي يوليو لا ديال الجزائر ولا ديال المغرب من غيوليو بلادهم وحقرونا وضربونا. واحد يقول لك حنا راه الجزائريين عطيناهم قتله وكلاو الدق في عندنا ويستاهلوا، والمغاربه يقول لك لا هادشي لنا خصنا نرفعوا بهم الدعوه وخصنا نطلعوا ونعودوا وداروا لنا وفعلوا لنا وكذا. بنادم كبرها قال لك انسان. بالعكس نحاولوا لان مسائل سبيانيه بز راهم يلعبوا. علاش انا اللي عندي عقل ورب اسره نخلط راسي مع البز. كما يقول لك اللي يدخل راسو في مع الدجاج ينقبوه في النخاله، ينقبوه الدجاج. فوالا تمشي تدخل راسك في هذيك الباسينه اللي فيها النخاله وفيها السيكانين والله اعلم، تجي تدخل غير راسك ينقبوك الدجاج. هما الصحافه ديالنا ولي ريزو سوسيو اللي تابعين الانظمه. حنا رانا هنا في الخارج مغاربه وجزائريين وتوانسه وسوريين، تمشي كاين ولدو طالقوا على البز، كاين غير يدقدق في هذا ويدفع في هذا وتجي تهضر معاه وليدي حشومه. نو il faut pas frapper ça, il faut pas faut le laisser tranquille, faut jouer comme tout le monde هكذا. نو يشوفك باه من بعيد مالك مالك مع الولد ديالي اش دار لك راه سي لا ميم شوز. الصحافه والانظمه والجامعات والمؤطرين ما نهضرش عليها، هادو غادي يديروا بها صفحه ويكثروا فيها الزيت وليزيبيس وراه حقرونا وراه هذوك ضربونا ولا هذاك شبنا وهذاك شمنا. ايوا انا كنرد اللومه كما كنت غادي يختموها بردة فعل ديالي ان المؤطرين والانظمه هذا هو الجيل اللي طالع اللي رانا ان شاء الله ماشي ان شاء الله اللي للاسف غادي نشوفوه من واحد 20 عام. فوالا هذه هي التربيه اللي كنربي ولادنا، الحقد والكراهيه وكندخلوا السياسه. فوالا عندنا نديروا الاخوان ديالي. ونتمنى يعني ندعيو الله سبحانه وتعالى سورتو هاد الاباء والمؤطرين ديالنا انهم يعطيونا جيل زين. ما بقاتش الكره ها انت ربحت الكاس وما من المغرب وتربحوا من بعد. انا اصلا ما كنتفرجش فيهم كاع كره صافي كرهتها والله الا كره كرهتها غير بهذا العجب. ولكن ملي لا كوب دي موند ما كلمش عليكم، طلعت المغرب طلعت الجزائر طلعت لمصر، نقسم لك يميني القلب ديالي يبقى مزير. ما من المغرب ما تشاركش والجزائر كتشارك في لا كوب دي موند، القلب ملي تلعب الجزائر والقلب ديالي مزير. كنتمنى تعرفوا تلقى مع الالمان مع البرازيل مع فرنسا تجيب لها ما يبقاش تعطيهم 4 5 6 نفرح تعرف نفتخر بروحي نختار دوله شقيقه عربيه خوتنا نفتخر. كان في لا كوب دي موند اي دوله عربيه سواء تاهلت المغرب الجزائر قلنا القلوب ديالنا نقسم لك يمينا القلوب ديالنا معاهم. ولكن هادشي حشومه عيب. فوالا الاخوان ديالي للاسف كنتاسف بزاف وخليكم انتم كل واحد والرؤيه ديالو، ولكن الرؤيه خصها تكون منطقيه. خلينا بالتالي كنت انا بيضاء
الاخ ولا الاخت اللي غادي تسب واللي غادي تقول كذا وكذا وحنا واعرين وحنا هذه حنا قتلناكم حنا سقناكم حنا ولا نرجعوا التاريخ اللور المغرب من الربحه وحنا درنا المغاربه يقول لك حنا قتلناهم حنا درنا. هادو ناس مسخين ونقولها ونعاودها مسخين. ونهار التالي قسم لك يمينه تمشي في كتانه بيضاء ياكل لك الدود ولا تلاقيت شكون يصلي عليك. فوالا طلب ربي شكون يصلي عليك وقول النظام يجي يدير لك نتايا جنازه بحال اليزابيث دو. فوالا تبقاو لي على خاطركم. وتحياتي الشعب الجزائري والمغربي في راهم، تحيه خالصه من القلب. وما نخليوش هاد الامور وهاد الفتن هادي تفصل بيناتنا او تقطع العلاقات ما بين الشعوب، ماشي الانظمه فارا انظمه ما بين الشعوب. دائما علاقتنا نحب المغرب، نحب الجزائر غدوه يكون عندها شي بروبليم كذا ولا يقولوا لي اجي نقول لهم نجي ان شاء الله بربي حتى نجي ديالنا خوتنا. فوالا مي 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 مي, مي. روح وليدي اش من عام. السلام عليكم وتحياتي اخواني، ربما طولت عليكم. السلام عليكم.